مساء الخير، فيديو جديد بلوري كلير القصص ورا كروت يوجي، وبنكمل الجزء الرابع من فولن اوف البز. وفي البدايه يا ريت لو الفيديوهات عجباك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل والحاجات دي كلها. وخلينا نكمل على طول من مكان ما وقفنا اخر مره، وهي ان اكليسيا والبز رايحين ناحيه السورد سول سامت عشان يساعدوهم يعملوا سيلينج او يوقفوا الاستجماتا اللي على راسهم عشان ما يتحولوش لديسبيا هم كمان، بعد اللي عملوا ماكسيمس بان هو حول كل الناس اللي في دوجماتيكا لديسبيا. بيقول لك بقى وهم الاتنين مسافرين سوا، مره واحده المكان بدأ يتملي بالضباب، وعلى الرغم ان هما ما كانوش شايفين هما رايحين فين بالظبط، كملوا رحلتهم وبداوا يشوفوا مجموعه من الجبال الجميله اللي موجوده في كل حته. وفي الكارت سورد سول سيكريت سامت او قمه السورد سول المقدسه هنلاقيهم هنا اهو تحت خالص اهو، ودي الجبال اللي شكلها جميل وفي هناك ضباب كتير قوي موجود هناك. المهم ان هما قرروا يخشوا السامت، واول ما وصلوا للجريت سيكريت سامت بتاعتهم هيقابلوا مين غير السورد سول ماسترز، الماسترز بتوع السورد سول او بقى الاقوياء بتوعهم هناك، اللي هم مين؟ الحراس بتوع السورد سول. ودي كائنات اسطوريه جسمها اسطوري وماسكه سيوف لامعه. السيوف دي جواها طاقه تقدر تنقل الطاقه من مكان تاني اللي هو الايس جيد وتوديها للسيوف بتاعتها، والسيف بتاعهم بيبين جزء من روحهم. واحنا قلنا ان الكائنات دي كائنات اسطوريه لانها ورم زي ما احنا عارفين، والاسم بتاع السورد سول بالياباني جاي من كلمه صينيه اسمها جينشينج تقريبا، يعني انا مش بعرف اتكلم صيني بس ده اللي مكتوب، معناها ليه علاقه بالمهنه بتاعه الشخص اللي كان بيتاكد من صلاحيه السيوف، زي الكواليتي كنترول بتاع السيوف زمان كده. على فكره كل سيف من السيوف بيرمز لسيف حقيقي او اسطوره حقيقيه موجوده ليها علاقه بالسيف، ما عدا ايرس ذا سورد سول دي ملهاش، انما جولدن سورد سول ده شوان يوان جيان ده اسم السيف بتاعه، وكل واحد وراه اسطوره، بس ده فعلا هيدخلنا في قصه تانية خالص. فيعني اللي عايز يدور عليهم ممكن يخش يكتب سورد سول سوردز وهيلاقي بقى ايه كل القصص والحكايات بتاعتهم، هي عشان ملهاش علاقه قوي بقصتنا وهتفرعنا فبلاش منها المره دي. مين بقى السورد سول؟ هنشوفهم واحد واحد. سورد سول جراند ماستر شيشاو، وده المفروض وحش سينكرو 8 نجوم ورم زيهم برضو، وده مبني على اسم سيف اسمه شيشاو. طبعا مش هنخش في التفاصيل دي زي ما قلنا، المهم ان ده مين؟ هو ده الجنرال الشجاع اللي معاه سيف من النور والنار يقدر يقسم اي حاجه لنصين. تاني واحد هو سورد سول اوف تايا، وده فارس من السورد سول معاه سيف ابيض وصادق بيعكس قلبه، يعني الراجل كويس من جواه المفروض. البز واكليسيا وصلوا هما الاثنين ووقفوا قدام السورد سول ماسترز، فبيقولوا لهم هم جايين ليه وبيحكي لهم الحكايه دي، وكان معاهم القائد الكبير بتاعهم اللي هو سورد سول سوبريم سوفرين شينجيانج. مين الشينجيانج ده؟ هو ده بقى القائد الكبير بتاعهم، القائد اللي رجع السلام تاني للستيجريت سامت في اوقات اللي كان فيها عنف، وهو اللي بيحمي قوه الايس جيد. لما الراجل ده شافهم حب يعرف هم بيتكلموا بجد ولا بيضحكوا عليه، ففي واحد تاني اسمه سورد سول اسبس شانجن. الراجل ده او الكائن ده الورم ده ايا كان هو ايه، السيف بتاعه بيقدر يعرف الحقيقه. فعلا هو استخدم طبيعه السيف بتاعه السورد سول هورن اللي موجود مع اسبس ده، اللي بيقدر يفرق بين الخير والشر، وقدر يعرف ان هم ناس كويسه وسمح لهم بدخول السيكريت سامت. وده باين لنا في كارت اسمه سورد سول اسسمنت، الراجل اللي قاعد على العرش الكبير بتاعه والاسبس ده مادد السيف، وفعلا بينوروا بهاله كويسه، فواضح ان هم تمام. وده تقريبا اللي واقف جنبها ده البز لسه تنين زي ما هو، فتقريبا ايه ما وجهوش السيف ناحيته، قالوا ده تنين يعني اكيد مش هنوجه السيف ناحيته، وايه وراحوا معديين. هنا زي ما قلنا سمحوا لهم ان هم يعدوا ويخشوا جوه. يخشوا فين بقى يا سيدي؟ يخشوا الايس جيد سينوت انيون كرادل. وبعد ما خدوا الامر او بعد ما خدوا موافقه شينجيانج ان هما الاثنين يخشوا، فضلوا ماشيين جوه كتير لغايه ما وصلوا لاعماق السمت، وبدا يظهر قدامهم عالم من الميه والتلج. ومهد الانيونز اللي جوه ما كانش حاجه اكتر من الايس جيد اللي هو مركز الطاقه اللي بتدي السورد سول، هنفهم دلوقتي حالا. وده اللي بيكون المست او الضباب اللي بيحاوط الجريت سيكريت سامت وبتحميها من العالم الخارجي. الكلام ده باين في ايس جيد سينوت انيون كرادل، اللي باين لنا هنا اكليسيا والبيون او البز واقفين، وهنا في الميه والتلج، وتحت خالص هنلاقي الايس جيدز واقفين تحت، ولونهم مخضر شويه، وجيد انت عارف هو حجر كريم لونه اخضر، فممكن يكون ده رمز لده مثلا، مش عارف ولا جايه كده وخلاص، بس يعني ايه worth mentioning، يعني تستاهل ان احنا نقولها.
ولما نتكلم عن الايس جيد هنلاقي ان اسمهم بالياباني هو لعب على كلمة ايس ووتر، والاتنين مع بعض بنطقهم بيكون حاجة قريبة لجيد اللي هي ملهاش علاقة بقى بالجيد الاخضر اللي احنا بنقوله، بس في نفس الوقت لونهم اخضر. عشان كده بقول لك انت مش عارف هما كان قصدهم كده ولا لا، فهمش هي ماشية ازاي. وهناك قابلوا ايس جيد كوزموكلور اللي معناها بيدي للامبرس او الامبراطورة، امبراطورة الايس جيد. هي كل الايس جيدز اللي موجودين، وهي القوة الاولى اللي ادت الطاقة للسورد سول ماسترز عشان يعرفوا يحموهم. بس مع الاسف هي فضلت في الدور ده كتير قوي لدرجة ان قوتها بدأت تنتهي. وعندنا بعد كده ايس جيد ايجرين. ايس جيد ايجرين هي الميلاد الجديد للامبراطوره. احنا قلنا كوزموكلور دي طاقه وهي اللي كونت كل حاجه، وعشان هي عارفه ان نهايتها قربت بدات تكون مانيفستيشن تاني ليها او تكوين تاني ليها في شكل الايجرين ده، وهو الامبراطور الصغيره او دي امبراطوره العصر الجديد اللي لسه هتتكون. قال لك هي خجوله وشخص طيب وبيحب كل الايس جيد من كل قلبه وبتحب اصحابها كلها. والانيون كرادل او المهد بتاع الايس جيد اللي احنا شفناه هو اللي ادى الميلاد للتكون الصغير بتاع الكوزموكلور الجديده بتاع الامبراطوره الجديده. والامبراطوره هي اللي ادت الميلاد للايس جيد سبيريتس، لارواح الايس جيد. وقلنا السورد سول بياخدوا قوتهم من الايس جيد ومن الكوزموكلور ويحولوها لسيوف عشان يحموا السيكريت سامت، والسيكريت سامت محمي جواه بقى الانيون كريدل وجواه الايس جيدز اللي بيكبروا، يعني ايه كلهم بيساعدوا بعض وبيعملوا نظام بيئي متكامل. ممكن سريعا نتكلم شوية عن وحوش الايس جيد اللي هم تقريبا يعني ملهمش تأثير كتير قوي، ونقول ان اساميهم شوية جاية من اسامي شوية معادن. فعندنا مثلا ايس جيد اكتي وايس جيد تينولا، ده اسم المقطعين للاكتي نولايت، والاكتي نولايت هو معدن من معادن السيليكيات. وعندنا ايس جيد تريمورا اللي هو جاي من الترمولايت، وبعد كده ايجرين جاي من معدن اسمه الايجرين، وكوزموكلور جاي من حاجه برضه اسمها الكوزموكلور لونه اخضر. هم تقريبا معظمهم لونهم مخضر شويه، ودي الفكره. هم دخلوا هنا وحكوا لهم بقى يا جماعه احنا كان عندنا اصحابنا وايرس جت وانتوا ضيفتوها وعملتوا الواجب وعملتوا سيلينج للدوجماتيكا ستيجماتا بتاعتها وكل الكلام ده، وبسبب قوه الايس جيد قدروا ان هم يسيطروا شويه تمبرالي لفتره محدوده على قوه الاستجماتا عشان ما يتحولوش لبراندز. والله عدهم العيب. نسيبنا بقى من الناس دول اللي هم واقفين هناك بيتعمل لهم سيلينج، ونروح لواحد تاني من السورد سول ما اتكلمناش عنه، هو سورد سول استراتيجيست لونجيون. استراتيجيست هو الشخص الاستراتيجي. قال لك الراجل ده بقى بيخبي جواه ديزايرز ورغبات دارك سوداء او مظلمه. هو عايز يحكم السيكريت سامت عن طريق القوه والموت بدل ما يأدي دوره كشخص بيحمي المكان. السيف بتاعه مش مبين الحاجه اللي جواه اللي هي الظلاميه. ازاي قدر يعمل كده؟ قدر يعمل كده عن طريق ان هو قدر يقسم السيف الاسود اللي بيدل على روحه لسيفين، سيف معاه وسيف تاني مع شخص اسمه مو يي، دي واحده متدربه موجوده عنده، والسيف اللي معاها هو عباره بس عن الطاقه اللي التاني بعتها لها، يعني السيف ده مش بيدل على اللي جواها ولا حاجه. وفي نفس الوقت نقول عن السورد سول اوف مو اي ان هي بتحاول تبذل كل المجهود اللي تقدر عليه عشان تثبت نفسها من غير ما تعرف ان السيف اللي موجود ده في الحقيقه هو مش سيفها. نرجع من ناحيتي لدراماتورج، الراجل اللي هو كان ماكسيمس اللي عرف القصه كلها وعرف مكان السورد سول، وهنلاقي في كارت اسمه سورد سول بلاك اوت. وهنا هنلاقي الراجل اللي كان قبل كده حشاش من الحشاشين بقى اد ليبتم ظاهر للونجيونج ده وبيتكلم معاه وبيخليه تقريبا شرير او بيتحدوا سوا. المهم يعني ان هو في شر هيحصل في الموضوع. وبعد الحادثه دي لونجيون سرق السيف بتاعه من مويي عشان يهاجم على الانيون كرادل، وبعد ما جمع السيفين مع بعض مره تانية قوته الحقيقيه ظهرت وهو في شكل سورد سول سينستر سوفرين كيكسينج لونجيون. ده بقى الشكل الحقيقي بتاعه بعد ما جمع السيفين. وراح الراجل ده عشان يهاجم على الكوزموكلور عشان يقتلها، راجل قليل الاصل وناكل الكمير لان هي اللي كانت مدياله تخت السيوف اصلا. المهم طبعا مين اللي مسكتش على الكلام ده؟ شينج يانج. راح هو كمان دخل المعركه وحاول يحميها، هو ومين؟ وهو كينج فيشر، واحد من الايس جيد على اسم طائر من الطيور الكينج فيشر ده، وده برضو اتولد عن طريق الكوزموكلور اللي موجوده في الايس جيد. والكلام ده كله احنا شايفينه في ايس جيد ايروجن او تآكل الايس جيد. شايفين هنا الراجل الكبير الضخم وشايفين هنا الكينج فيشر وكل الكائنات واقفين عشان تواجهه عشان يحاول تحمي يعني الكوزموكلور بتاعتهم. وبعد الايروجن او بعد التآكل او بدايه التآكل اللي كان بيحصل ده هنلاقي في كارت اسمه سورد سول سترايف.
او فتنه السورد سول طبعا اللي عاملها المنيل على عينه ده، ان هو كان بيهاجم فعلا، الملكه قاعده ورا لا بيها ولا عليها، وهنا الكائنات اللي بتحاول تحميها، وشينج يونج ده بيحاول يحميها، وفي نفس الوقت السوبريم سينستر سوفرين ده بيهاجم عليه. فالهجوم هنا واضح، وخلاص الراجل مفيش حاجة هتوقفه عشان ينفذ غرضه الشرير اللي هيبان نتيجته مع الأسف في كارت اسمه ايس جيد كيرس أو لعنة الايس جيد. هنلاقي الجرين دي واقفة وبتبص قدامها، والكوزموكلور بتتحطم وبتموت وبتنتهي. قصة حزينة جدا بصراحة. يعني هو واضح ان الراجل الشرير هنا انتصر معانا، او مش معانا، انتصر ضدنا بقى. احنا ناس طيبين، المفروض ملناش دعوة بالحاجات دي. احنا سيبنا الوبر واحنا مش عارفين هو رايح فين. هنلاقي في كارت براندد ديسايبل في هول مفتوحة وظاهر منها، بس وهو في شكل الجستشر مش التنين، وده بيقول لنا ان هو بيعرف يتحول ويرجع من شكل التنين لشكله العادي، على عكس ألبز اللي الموضوع صعب جدا بالنسبة له. وهنلاقي ان هو واقف قدام مين؟ واقف قدام إكليسيا، واقف قدام ألبيون او ألبز، واقف قدامهم هو الاتنين. طب انت يا عم رايح تجر شكلهم ليه؟ ما تعرفش، هو شر كده اذى. هنا بنسأل بقى ايه هي النية بتاعت ألوبر؟ ليه ظهر مرة تانية قدام الاتنين دول؟ وليه فارد جناحاته كده قدامهم؟ عايز منهم ايه؟ احنا مش عارفين لغايه دلوقتي. هنا ألبز واكليسيا قرروا ان هما الاثنين يحاولوا يحموا الايس جيد، على الاقل ان هم انقذوهم، ولان الهجوم ده برضو كان بسببهم. وفعلا بدات معركه ما بين ألوبر وبين ألبز في كارت اسمه براندد لوست. وفي براندد لوست لو ركزنا باللي بيحصل في الكارت هنلاقي ان ألبز بيتهزم وألوبر بيكسب، وان هو بيستخدم قوه الهولز عشان يقدر يسيطر عليه، وبيقدر يسرق قوته، يسرق القوه اللي كانت موجوده عنده. وهنا ألوبر بيتحول لتنين جديد وهو لبليون ذا سيرينج دراجون او التنين الحارق. وهنا ده كارت رائع في كتابته. ليه بقى؟ لان الكارت ده هو فيوجن بين وحش دارك مونستر زائد فولن اوف ألبز. تاخد بالك من هنا ان كل الوحوش اللي بتحتاج وحش وحاجه جينيريك بيكتب اسم الوحش الاول، يعني المفروض كان يكتب فولن اوف ألبز زائد وان دارك مونستر، بس ده ما كتبش هنا. هو كتب الاول وان دارك مونستر اللي هو ألوبر، وسرق قوه فولن اوف ألبز، فده اللي كتب تاني واحد. تفصيله عظيمه بصراحه، تفصيله جميله جدا عجبتني قوي في الكارت ده. المهم ان هو لبليون ذا سيرينج دراجون اتحول، وألبز يا عيني بقى لا حول له ولا قوه، قاعد مرمي على الارض ايه، مش عارف يعمل اي حاجه. بس الموضوع ما كانش انتهى هنا. في نفس الوقت اللي كوزموكلور بتموت فيه عند ايس جيت كيرس لو فاكرين، والشينج يان كمان بيتهزم فيه في نفس الوقت، هما الاثنين بيموتوا. قرروا هما الاثنين يدوا قوتهم الباقيه لألبز عشان هو كمان يقدر يواجه. هما الاثنين كده كده عرفوا ان هما ميتين خلاص، فادوا وحولوا طاقتهم الاخيره لألبز عشان يطلع لنا تقريبا اقوى تنين من تنانين الحكايه دي كلها، وهو ميرور جيد ذا ايس بليد دراجون. والوحش ده قوي، هو طبعا فولن اوف ألبز زائد فيوجن او سينكرو او اكسيز او لينك مونستر، يعني اي وحش من الاكسترا ديك. وباين عندنا هنا لو ركزنا هنلاقي فيه اولا نفس شعر ألبز اللي قلنا ابيض وطالع منه شويه شعيرات حمراء صغيره. شعيرات ايه اللي انا بقوله ده؟ شويه شعر احمر يعني. وفي نفس الوقت هو كله متحول لتلج عشان الايس جيد، واسمه ايس بليد جاي من السورد او السيف، كله سيوف، فهو جزء منه زي ما قلنا من السورد سول وجزء منه من الايس جيد. والوحش ده قوي لدرجه انك ما ينفعش يبقى عندك اكتر من وحش واحد بس من الوحش ده موجود على الارض. وهنا بننهي الفيديو على وضع معقد شويه زي ما احنا شايفين. ايس جيد كوزموكلور ماتت، شينج يانج مات، عندنا الديسبيان موجودين زي ما هم، عندنا السورد سول سينستر سوفرينج موجود زي ما هو، مش باقي معانا في المقاومه اللي احنا فيها دي غير ميرور جيد ذا ايس بليد دراجون ومعاه اكليسيا، هما الاثنين في مواجهه كل ده. وبكده ننهي هذا الفيديو وهذا الجزء، ونكمل الجزء الجاي ان شاء الله. فيا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، ونكمل بقى المعركه في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا جدا.